الموبايل بتاعك ضاع وعايز تلاقيه، عايز تعمل تتبع للموبايل بتاعك، عايز تشوف مراتك او بنتك او ابنك موجودين فين دلوقتي من غير ما تسألهم، او خطيبتك الموبايل بتاعك في البيت بس انت مش لاقيه وعايز تعرف هو فين، فعايز اخليه يرن عشان اعرف هو موجود فين. او حد في الشغل او في المواصلات سرق مني الموبايل والصوت مقفول، فانا عايز اشغل صوت على الموبايل بتاعي عشان اخليه يرن مع اللي سرقني واعرف الموبايل فين. طيب الكلام ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ في خاصية في جوجل، انت بتدخل على الحساب بتاعك بتاع جوجل، الحساب بتاعي بتاع جوجل انا بدخل بسجل عليه، لما بسجل عليه بسجل موبايل معين، يعني انا معايا موبايل ماركته كذا، فبيقول لي انا هعمل تأمين للحساب بتاعك ان انت بتدخل بالايميل وبتدخل بالموبايل اللي هو رقم كذا والماركة بتاعته اللي هي الماركة كذا، وبيبعت لك كود للتأمين وان انت تأكد ان الموبايل ده ملكك. طيب ازاي بقى ان انا اعمل تتبع لمراتي او بنتي او ايا كان انا عايز اشوف هي موجودة فين؟ لازم عشان اعمل لها تتبع، او لابني لازم عشان اعمل لها تتبع ان انا ادخل على الحساب بتاعي من التليفون اللي معاها، يعني اسجل دخول من حسابي بتاع جوجل بتاعي وعلى التليفون اللي معاها، وبسجل التليفون اللي معاها ان هو ده اللي يوصل له كود التأمين، وبالتالي انا ممكن ادخل من على الكمبيوتر بعد كده في اي لحظة واكتب العثور على جهازي، العثور على جهازي هيبين لي الجهاز موجود فين بالظبط. عايز اقول لكم ممكن يجيب لك كمان رقم الشقة اللي موجود فيها الجهاز، يعني بيجيب لك العنوان دقيق جدا جدا جدا. طيب الخاصية دي يا جماعة بس ارجو ان محدش يستعملها الا لحاجة شرعية، عشان محدش يستخدمها في حاجة غير شرعية. وطبعا انت مش هتقدر توصل للجهاز الا لو كان اللي معاك دي مراتك او خطيبتك او بنتك، فمش هتعرف توصل مثلا للجهاز واحدة زميلتك او واحدة انت متعرفهاش وعايز تتحرش بيها او كده، فمش هتعرف تعمل الخطوات دي الا لما يكون حد من اقارب الدرجة الاولى. عشان كده بقول لكم يا ريت يعني محدش يستخدمها في اي حاجة بغرض وحش. طيب الامكانيات التانية اللي عندي غير بقى ان انا كده بعرف اجيب التتبع واعرف اجيب الجهاز فين بالظبط، هنقول بفرض ان الجهاز اتسرق مني وانا راكب مواصلات، ببص في جيبي ما لقيتش الجهاز موجود، في امكانية ان انا اقدر ادخل على حسابي بتاع جوجل، بس لازم ادخل طبعا الكلام ده يكون بسرعة. طب انا معيش الا التليفون ده اتسرق، ممكن اتصل بزوجك او بمراتك او اي اخوك اختك وتديله بيانات الحساب بتاعك بتاع جوجل عشان يدخل دلوقتي على طول علشان يعرف يحدد التليفون بتاعك. وفي بقى امكانية ان انت تخلي التليفون يرن. طب ازاي اخلي التليفون يرن؟ التليفون طبعا اي تليفون من بتوعنا دلوقتي بيبقى فيه خاصية ان هو الباسورد محطوط فيه رقم تأمين، او بيفتح ببصمة العين او ببصمة الصباع، يعني فيه امكانيات تأمين عالية جدا. فالنهاردة اللي هيسرق منك التليفون مش هيعرف ان هو يفتحه بسهولة، مش هيعرف ان هو يفتحه بسهولة. فانت فرصتك في اول 10 دقايق او ربع ساعة ان هو يكون قاعد معاك في المواصلة، ان هو يكون متواجد جنبك عشان تقدر تعمل العملية دي. هتدي البيانات بتاعت حساب الجوجل بتاعك لأي حد من الأقارب وتقول له اعمل خاصية الرنين. خاصية الرنين دي ان هو بيدخل على حسابك في جوجل وبيخلي التليفون يرن حتى لو كان مقفول، وحتى لو كان الوضع بتاعه صامت، يعني لو صامت ومقفول برضو هيرن، هيدي رنة. في الحالة دي هتتأكد ان التليفون مع الشخص الفلاني. طيب معرفتش ان انت تعمل خاصية الرنين ومعرفتش ان انت ترن للتليفون بتاعك، ممكن تعمل ايه بقى؟ في امكانية تانية ان انت تعمل محو لبيانات الجهاز كلها. برضو
انت كلمت حد من قرايبك الدرجه الاولى وقلت له دلوقتي الجهاز بتاعي اتسرق مني، اعمل محو لكل محتوى الجهاز. طب هيفيدني في ايه الكلام ده؟ في بنات كتير جدا وسيدات كتير جدا بيبقوا حاطين صور شخصيه، وده للاسف، وبرضو الستات والبنات مش عايزين يتعظوا من هذا الموضوع، وبرضو بيكرروا هذا الغلط. الموبايل بتاعها او بتاع السيده دي او البنت لما يتسرق، الصور الشخصيه اللي عليه قد يسيء استغلالها الشخص اللي هيسرق هذا التليفون. فبالتالي الخاصيه اللي جوجل عاملاها لنا ان انت تمسح كل البيانات، كل المحتوى اللي على التليفون بما فيها الصور وبما فيها كل حاجه خالص، او ان انت تعمل خروج من حسابك بس بتاع جوجل وتتن التليفون زي ما هو. يعني في كذا خاصيه تقدر ان انت تستخدمها. طبعا المعلومات دي في ناس كتير جدا مش عارفاها ومش عارفه ازاي تتعامل في هذا الموضوع. عشان كده ارجو ان احنا نكون استفدنا، ونحاول نوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس عشان يستفيدوا بهذا الكلام. والحاجه بس اللي انا عايز اقولها، الموبايل بتاعك لازم تكون فاتح فيه النت عشان يقدر ان هو يوصل له الخاصيات دي. لازم تكون مشغل عليه النت، ما يكونش فاصل من النت، عشان يقدر ان هو يحدد المكان وان هو يعمل كل الخواص اللي احنا قلناها. فلازم تكون الباقه بتاعتك شغاله ويكون النت متوصل فيه، وحتى لو مقفول هيشتغل بس يكون فيه واصل باقه النت. اخر حاجه اقولها لكم، لو ان انت اول مره تشوف القناه يا ريت انت تشترك وتعمل لنا دعم بشير ولايك وكومنت. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده من كلام له معنى وجمال هاشم. السلام عليكم.